المشاهدين، نديرو دابا تتمة ديال الفيديو اللي داز، اللي كنت قلت لكم غنبقى ندير 5 دقائق في كل فيديو باش نكملو الشرح كامل. كنا حبسنا في لي زوند، قلنا بان لي زوند الموجات، قلنا قبيله في الفيديو الاول الفرق ما بين الموجه وما بين الجسيم. كما تشوفوا معنا هنايا بان الموجه قلنا الا درنا واحد الالتقاء ما بين موجه وموجه تيندمجوا تعطيونا موجه ذات تردد كبير كما تشوفوا معنا. وكما تتعرفوا بان قام صراع كبير ما بين العلماء، لان كاين اللي تيقول جسيم وكاين اللي تيقول موجه. وفي الاخر كما قلت لكم اكتشفوا كما نتوما هنايا تشوفوا العلماء التصويره ديالهم هما اللي كان بيناتهم هذا النقاش هذا. شي تيقول بان الضوء عباره عن موجه، وشي تيقول بان الضوء عباره عن جسيم. جات داروا واحد التجارب، مجموعه من التجارب اللي قاموا بهم هاد العلماء، واكتشفوا بانهم كاملين عندهم الحق. واينشتاين هو اللي كان جمع ما بيناتهم كاملين، قالوا بان الضوء عباره عن جسيم وعباره عن موجه. لان لقاو بان الضوء حيت تنديتيكتيو وتنكونوا تنراقبوه، حيت تنكونوا تنديروا التجربه لقاو تيدير السلوك ديال جسيم، ولكن حيت يكون ما تنكونوش تنراقبوه وتنديروا التجربه تيمشي عباره عن موجه. هنا هذا هو الميستير، اكبر ميستير اللي تكتشف في التاريخ، واللي انبثقت منه هذه العلاقه ديال ميكانيكا الكم والعالم ديال الفيزياء الكم وميكانيكا الكم. هنايا كما تشوفوا معنا هنا هذاك الصراع اللي كان وقع ما بين الجسيمات والموجه، كان تيقول موجه كان تيقول جسيم. جا نيوتن حتى هو كان تيقول لهم بان الضوء عباره عن جسيم هذه. وعاد جا عاوتاني عالم اخر عاوتاني كنقول لهم، جاو علماء ونقاشات كما تشوفوا معنا، وجاو علماء بحال دابا اوغوستين فريسنل. جاء اوغوستين فريسنل شنو دار؟ قال لهم نديروا تجربه ديال الضوء. الا كان الضوء غادي نديروا تجربه وغادي نعرفوا واش الضوء عباره عن موجه ولا عن سميتو ولا عباره عن جسيم. هي فاش داروا هاد التجربه هذه اللي تشوفوا معنا دابا هنايا في الفيديو. وكما راه كاينه العباره هانتوما بحال هاد التجربه هذه تعطينا هنا شنو اكتشفوا. في هذه الحاله راه ما دايرينش دي ديتيكتور باش يراقبوا الضوء السلوك ديالو. شنو لقاو عباره عن موجه. في هذه التجارب هذه تعتبر بانه كموجه. علاش؟ لان تعطينا حدود ديال الضوء. كما تشوفوا تعطي الضوء في الجانب ديال الدائره، وكاين في وسط الوسط ديال الدائره كاين الظلام. يعني شنو تيفسر هذه الظاهره؟ هذه ظاهره حدود الضوء تنقولوها في مجال الفيزياء. يعني حدود الضوء يعني هو اللي تيبين لنا بان الضوء عباره عن موجه. في هذه التجربه هذه كما تشوفوا معنا ديال فريسنل، هذه تجربه فريسنل اللي كانت. دونك دابا هنا في هذه الحاله كان نيوتن قال لهم عباره عن جسيم، جا فريسنل قال لهم لا عباره عن موجه. وعاد جاو علماء اخرين شي تيقول موجه شي تيقول هذا. في الاخر حتى جا اينشتاين هو اللي فرق ما بيناتهم، لقاو بان موجه وعباره عن موجه وعن جسيم. وذلك انطلاقا من التجارب. في حاله الا كنا تنديتيكتيوها راه تيكون عباره عن موجه، تنديتيكتيو تيكون عباره عن جسيم. ولكن لما حيت تنكونوا تنديتيكتيو تنديروا تجربه بلا ما نديتيكتيو ولا نراقبوه منين تيمر عبر يعني التجربه ديال الثقل المزدوج اللي غادي نشوفوها من بعد هنا في الفيديو كما تشوفوا معنا هنا. دابا فاش تعادلوا يعني العلماء بين كاين نيوتن كان قال جسيم، واينشتاين كان وفريسنل كان قال لهم موجه. هنا فين دابا جات التجربه ديال الثقل المزدوج اللي هو ديال الضوء. هنا فاش اعتبرناه كموجه، ولكن هنا ما تنديتيكتيوش، ما دايرينش دي ديتيكتور باش نعرفوا السلوك ديالو. درنا هاد التجربه وعطانا هاد التجارب هادو بان الضوء عباره عن موجه. هاكا هي التجربه هذه كما تشوفوا معنا. التجربه ديال الثقل المزدوج تتسمى هنا كما فين تشوفوا معنا هاد البارتيه هذه. هنا يعني مصدر الضوء اللي غادي نديرو اللي هو تعتبر كفوطون، ودرنا جزيء. درنا هنايا كما تشوفوا معنا شقين مزدوجين الذي مر منهم الضوء، وحيت هذه مر مورا هذا الحاجز هذا غادي يوصل عندنا للشاشه. وديك الشاشه هي اللي تعطينا السلوك باش نعرفوا بان الضوء عباره عن موجه اللي غادي يعطينا تشتتات في لي فوطون. هانتوما تشوفوا كما تشوفوا في التجربه تيمروا لي فوطون تيمروا من جميع الجوانب، ولكن شنو تيعطيونا في الاخر؟ شنو لي زوند هادو دابا باش تعطيونا تيعطيونا بزاف ديال الخطوط كما تشوفوا بزاف ديال الخطوط. يعني هذه الظاهره هي تقول لنا بان الضوء عباره عن موجه. مزيان. دونك عاد حيت نشوفوا
واحد لاب شتي هنايا كيما تتشوفوا السوق المزدوج، حيت تيدوز لي فوطون من هاد الشقين المزدوجين تيعطيونا واحد